قال مسألة: هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ هذه المسألة ذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية. قال: الجواب في هذا للعلماء رحمهم الله أقوال ثلاثة: الجواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، والمنع، والجواز إذا لم يكن شعارا له. ثلاثة أقوال من العلماء: من قال يجوز مطلقا، تجوز الصلاة على غير الأنبياء، ومنهم من منع مطلقا قالوا هذا شعار الأنبياء لا يكون لغيرهم، ومن العلماء من جوز إذا لم يكن شعارا له، يعني أحيانا. قال: وهذا هو الصحيح، أنه يجوز أن تصلي على شخص بشرط ألا تجعل ذلك شعارا له، كلما ذكرته صليت عليه أو سلمت عليه، لكن أحيانا لا بأس. وقد نص أهل العلم رحمهم الله على أن ما وجد في بعض الكتب عند ذكر علي رضي الله عنه يقولون علي عليه السلام أو علي كرم الله وجهه، هذا ذكره ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية، أن ذلك من عمل بعض النساخ، ومن يكتبها يقول إنه لم يسجد لصنم، وإن الله تعالى كرم وجهه بهذا. طيب هذا ليس خاصا بعلي رضي الله عنه، هناك من الصحابة رضي الله عنهم من لم يسجد لصنم. والأصل أن الذين يكتبون هذا يريدون أن يجعلوا ميزة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقط، وهذا أهم شيء عندهم. نعم، سواء كان ذلك أحسن أو ليس بأحسن، يريدون أن يجعلوا له ميزة، فيقولون علي قال علي عليه السلام، قال علي كرم الله وجهه. طيب أبو بكر ما عليه السلام أبو بكر، ولا عمر، ولا كرم الله وجه عمر، ولا أبو بكر، ولا عثمان، ولا غيرهم من الصحابة الكرام لهم مغزى في هذا. قال: وأن الأفضل أن يقال له كما يقال لغيره من الصحابة، علي رضي الله عنه، هذا هو أفضل وهو المعهود، مع أن علي رضي الله عنه أكمل من علي عليه السلام. يعني لما تقول علي رضي الله عنه أكمل من قولك علي عليه السلام، وأكمل من علي كرم الله وجهه، لأن الرضا مرتبة عظيمة، رضا الله عز وجل مرتبة عظيمة. أما إذا صلي على غير الأنبياء بالتبع فهذا جائز بالاتفاق كما يقول ابن كثير. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا تبعا. وسبق لنا أيضا الدعاء بالرحمة للرسول صلى الله عليه وسلم، هل يدعى له بالرحمة؟ وأن من أهل العلم من كره ذلك، والصحيح أنه ليس بمكروه. ولماذا ليس بمكروه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يدعو لنفسه بالرحمة، اللهم ارحمني واغفر لي، حديث كثيرة في هذا.